أكيد. كما قلت لك أنا ابن هذا الفريق، مانيش بعيد على الفريق، قريب جدا من الفريق، عارف كل شيء، اللي كل صغيرة وكبيرة. كثير من المرات يعني كانوا استشاروني في كثير من القرارات. يعني باش نكون معك صريح، خاصة في وقت وين كان مسؤولين أصحاب الشركة المالكة لهذا النادي اللي هي شركة سوناتراك، وخاصة يعني في وقت مدير العام السيد توفيق حكار، اللي نسلم عليه ونحييه من هذا المنبر، اللي كان مجهود كبير، وكانت عنده إرادة هو شخصية وعزيمة، يعني باش يعاود يرجع. يعني كان عنده وعد باش يرجع هذا النادي اللي تقدر تقول مكانته. أنا حتى كان يعني كنا طيبين كثير على النتائج يعني الداخليا قبل ما نتكلم قاريا. أنا يشرفني كثير الطلب تاع الانصار، لان نقرا في المواقع، يعني نمشي في الشارع ولا في كل الاحياء وين يتكلموا معاهم. انا نقول لهم عادي، يقول لك اللهم انا يكون الناس كي يشكروك ولا كي يعني يحبوا يعطوك مسؤوليه، قل اللهم اغفر لي ما لا يعلمون جعلني خير من ظنه. احنا دائما نقول ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم واحسن. دائما انا نقول لهم محبه تاعكم، وخاصه هذا القدر اللي اعطيته لنا انا فوق راسي، يعني قبل ما يكون في داخل قلبي. أنا ابن هذا النادي، عمري ما بخلت باش نساعد هذا النادي كل ما طلب مني. أنا قريب من هذا النادي بلا جزاء ولا شكور، ساعدت كثير لكن في الخفاء. أعطيك على سبيل المثال، في 2023 كان قرار باش بومالي يروح. كان استشارني توفيق حكار مدير العام تاع سوناتراك، قال لي واش تخمم؟ قلت انا بالنسبه لي مدرب مليح، وكان هنا يعرف البطوله، كان خدم يعني مساعد مع ايرفين اوران. تعرفين والله. قلت له هذا يعرف البطوله، يعرف اللاعبين ويعرف الفريق من الداخل. الخطا ورا سيد المدير العام، قلت له انه لازم هو تكون عنده البطاقه الافضل. تخيل باللي انا ذاك هذه الامور ما يعرفهاش الجمهور تاع المولوديه. توفيق حكار قال لي واش ندير؟ قلت له انا النصيحه اللي نعطيها لك، اهبط انت واهضر مع اللاعبين. هذه مولوديه راهي شركه تابعه ليك انت ومسؤول لهم، ودير لهم خطاب تاع رياضي، مسؤول رياضي وليس مسؤول يعني شركه تقدر تقول ضخمه دوليه. الشيء اللي كان عمله، هبط سيد المدير العام شخصيا توفيق حكار، وتكلم مع المدربين ومع اللاعبين والمدرب، وقال لهم انا دا كنا خسرنا كل المقابلات. كانت يعني كان مشاكل داخل، كانوا خسروا كل المقابلات، وكانت قبل ما يتنقلوا لوهران اعطاهم خطاب. قال لهم شوف، قال لهم توفيق حكار، قال لهم سوناتراك هي اكبر شركه في افريقيا، والمولوديه هو اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في الجزائر، وانتم المفروض تكونوا احسن لاعبين في السوق هنا في الجزائر. حاليا واحد ما راهو رابح الشركه، يعني ليماج دو مارك تاعها، السمعه تاعها ماهيش مليحه، النادي ما راهو يخسر، وانتم المشوار تاعكم مضرر. هو واش دار؟ قال لهم نعطيكم فرصه ندوروا الصفحه، نطويو الصفحه، روحوا ان شاء الله لوهران، ماذا بينا تربحوا. كانوا قاعدين 3 لقاءات، قعدت وهران الله اعلم سطيف والله اعلم خنشنا. حاولوا يعني كيفاش تحصلوا على المركز الثالث. وانا نقول لكم دركا باللي المدرب بومال راه قاعد هو اللي عنده البطاقه، يعني عنده كل الصلاحيات. راحوا لوهران ربحوا في وهران، بعد ربحنا سطيف، ربحنا 3 مقابلات اللي كانت هنا في الاخر، تحصلوا على المرتبه الثالثه. بومال يعني كانت عنده، خاصه بعد ما لازمش ننساو ثاني، لازم ننصفوا الرجال، حكيم حجرجم اللي كان ايضا قريب وذكي جدا، عرف كيفاش يعني يتاقلم مع المحيط هذا تاع الكره الجزائريه، لانه ماهوش صعب الشيء اللي قام به حكيم حجرجم. يعني نقول لك مهم جدا انه يعني باش تقدر تفرض روحك وتكون عندك بالحكمه وزيد بالموعظه الحسنه، وتعرف كيفاش يعني تسير امورك داخل هذا المحيط. مش ما نقولوش متعفن، نقولوا صعب جدا، وين يعني فيه ضرب كثير، اصحاب المصالح، وهناك تقيس مصالح كثير. يعني يقول لك حكيم حجرجم يعني في هذه عنده العلامه كامله، لكن بيضغط ايضا من توفيق حكم. انا بالنسبه لي اهم مشروع قبل ما تنطلق اللي هي انك القوه تاع المولوديه هي في شعبها. لازم الشعب المولوديه يصير هو القوه الفاعله، كما هو شعب المولوديه هو اللي عاود رجع القوه تاع المولوديه في السنوات هذه، هو اللي يضغط، عارف كيفاش يضغط، وين اجبر تقدر تقول الاراده السياسيه، وين تعطيهم اهتمام الملعب، وخاصه الامكانيات هذه اللي جات، وحتى في النتائج ما كاش يعني مقابله وين يلعبوا بسطات فارغ. الشعب المولوديه هو هذا الشعب، هذه القوه، هذا الزخم، يصيروا مساهمين مع القوه تاع الشركه المالكه، اكبر شركه في افريقيا، اكبر شعب جمهور رياضي في افريقيا،
مع اكبر نادي. يعني كي نقول نادي ما راهيش تقول لي الاهلي، نقول لك الاهلي ما عندوش تاريخ تاع المولوديه، عنده الالقاب اكيد احسن منا على العين والراس، لكن الاهلي ما عندوش علي لابوينت، الاهلي ما عندوش ديدوش مراد، الاهلي ما عندوش محمد بوراس، الاهلي ما عندوش جميل ابو حيرد، الاهلي ما عندوش جميل ابو باشا، الاهلي ما عندوش حاسبه بن بوعلي. اهلي انا نتكلمك عن نساء اللي هما تقدر تقول مرة واحدة بمليون راجل اللي عندنا احنا في المولودية. ربي يرحمهم. كل هادوما العوامل، هذا التاريخ تقدر تقول النضالي والجهادي تاع نادي مولودية الجزائر، وتزيد شوف حتى شوف الشعبية تاع المولودية، انا نحس بلي فيها حاجة ربانية، لانه اللي راه تمشي في قلوب تاع حتى تاع هادو تاع الشبان اللي راهم طالعين، وما انا شايف في العاصمة في كل التراب الوطني. انا تنقلت للجانات، نحييهم ناس جانات، كانوا طلبوا مني باش نجيب لهم المولوديه، وكنا بدينا حلينا مركز تكوين. انا دا كانت نقل فيصل باجي اللي نحييه، حتى الجانات واللي كانوا داروا ادماج مولوديه توارق مع مولوديه الجزائر، مولوديه توارق مع مولوديه الجزائر في جانات في اقصى في تمرس نفس الشيء كتبنا. كل هذه القوه لازم تتحط في مشروع رياضي مفكر مسطر ممنهج، استراتيجيه قصيره متوسطه وبعيده المدى. هذا النادي راح يكون عنده شأن كبير.